اولا حضرتك كنا اثرنا قبل كده مع حضرتك في البرنامج ان القطاع الزراعي هو اكتر القطاعات اللي استفادت من خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، وخصوصا شبكة الطرق والبنية التحتية اللي اتعملت والكهرباء وشبكات الاتصالات. لكن السيد الرئيس خص الصعيد شوية باهتمام كبير في مشروعاته. تمام. اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي خص منطقة توشكا بجزء من مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالاضافة لمشروع توشكا لوحده يعد مشروع زيه زي الدلتا الجديدة. تمام. الصعيد الرئيس في قنا عمل لأهل قنا مشروع المراشد، وعمل لأهل أسوان مشروع محطة الطاقة الشمسية كأكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط، وعمل هناك مشروع توشكا. كمان في الأقصر، محافظة الأقصر عمل المدينة الصناعية الجديدة، بالإضافة للتطوير الثقافي اللي كلنا شفناه في طريق الكباش. ده طبعا بيجعل من الأقصر عاصمة السياحة في العالم. تمام. لما نيجي نبص في قنا عمل المراشدة، لما نيجي نبص في سوهاج، الرئيس حاليا بيشتغلوا على المثلث الذهبي اللي هو سوهاج أسيوط المنيا، وده مشروع لأكثر من 750 ألف فدان. تمام. لما نيجي نشوف منطقة المنيا نلاقي إن السيد الرئيس خصها في مشروع المليون ونص لوحدها ب 960 ألف فدان، بالإضافة للأرض اللي تخص محافظة المنيا نفسها، ودول 324 ألف فدان. يعني هنتكلم في أكثر من مليون فدان في محافظة المنيا لوحدها. كمان السيد الرئيس خص منطقة بني سويف بمشروع مستقبل مصر للصوب الزراعية. منطقة الفيوم خصها بالمنطقة السياحية والمنطقة الأثرية اللي بتتعمل بجوار هرم ميدوم. فالصعيد في عين وقلب الرئيس بيحقق له حلم الجنوب. طول عمر الصعيد مهمل في الأزمنة السابقة، ولكن السيد الرئيس بيعمل كل ما هو يضمن حياة كريمة لأهلنا في الصعيد. ده على مستوى المشروعات القومية اللي بتتم في الصعيد، بالإضافة للمدن الجديدة، مدينة المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، جنة الجديدة، الأقصر الجديدة. كل محافظة فيها مدينة جديدة النهارده. الظهير الصحراوي يتبعها. فالتطوير والمشروعات القومية مشروعات عمرانية ومشروعات زراعية ومشروعات صناعية، واخد بالك؟ ده كله بيضمن حياة كريمة. بالإضافة إن مشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى منه أكتر قرى ومراكز الصعيد هي اللي حصلت على جزء كبير من المرحلة الأولى في برنامج حياة كريمة، اللي بيرفع شأن الريف المصري القديم.